السلام عليكم اخواتي الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره اموركم؟ يا ربي تكون على احسن ما يرام. اليوم غادي نقدم لكم الحريره المغربيه التقليديه اللي على اصولها. نبداو على بركه الله في المقادير. عندنا هنايا تقريبا قبطه ديال المعدنوس وقبطه اخرى ديال القزبر، وعندنا الحمص هكذا مفسخينو. اللي ما بغاش يفسخو، اللي ما هو فيه صراحه، هو هذاك القشر ديالو فيه المنفعه، ولكن كاين اللي ما تياكلش القشر ما يديروش. وعندنا واحد البصله محكوكه، وهنايا عندنا واحد 200 حتى 250 غرام ديال اللحم. اللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليه. وهنا عندنا واحد الكميه ديال العدس. وعندنا هنا الكرافس او الكرفس. ما كانش عندي طريين، المهم ما متوفرينش ليا، خديت غير هادو اللي عندي كنديرهم في الفريغو. وعندنا واحد 5 المطيشات او 6 المطيشات طماطم، تقريبا نص كيلو ديال مطيشه. وعندنا الطماطم المركزه ايضا جهد 5 المعالق كبار. وعندنا السمن غنستعملوه ملي نبغيو نقليو هذا الشيء. وعندنا العطريه المعتاده اللي هي الكركم والسكينجبير والابزار والملح والقرفه. القرفه تجي في الحريره مزيانه، اللي ما تيبغيهاش ما يديرهاش. وعندنا البابريكا او التحميره. وعندنا هنايا هاد الشعريه حتى هي تجي فيها زوينه. وهنايا عندنا الدقيق. هنا عندنا الدقيق تقريبا جهد 6 ملاعق الى 7 ملاعق حتى نخلطوهم وغادي نقول لكم. نبداو اذا على بركه الله. هذا القزبر ما غاديش نديروه كامل، غنحتفظوا بواحد 3 الملاعق حتى تبغي تقرب طيب، ونزيدوهم باش يبقاو هكذا فخاش. صافي غنديروا هاد الكرافس، حتى هما الكرافس جهد 3 المعالق. غنديروا الحمص كما قلنا، اللي تيبغيه بقشوره يخليه بقشوره. العدس، هاد الكميه ديال اللحم. ولا كان عندكم العظومه ديال البقري تيجيو رائعين في الحريره. الا كانوا عندكم، انا ما موفرينش عندي. صافي وغنديروا البصله اللي حكيناها، بصله وحده حكيناها. هاد المطيشه وهاد الطماطم المركزه غيبقاو حتى يطيب هاد اللحم وهاد الحمص والعدس حتى يطيب لينا. عاد نضيفوهم في المرحله الثانيه. نضيفوا العطريه تقريبا سكينجبير والابزار ملعقه كبيره، والكركم ايضا ملعقه كبيره، والملح على حسب القياس، والقرفه تقريبا نص ملعقه صغيره. نضيفوا ايضا هاد السمن باش نقليو به، والزيت. صافي حبيباتي، نتلاقاو باش نقليو. صافي حبيباتي، حنا دابا غادي نقليو الحريره ديالنا. انا من العاده ديالنا حتى نقليو الحريره باش تقلى مزيان. كل ما كانت الحريره يعني نساجموا العناصر ديالها، يعني تقلاو العناصر ديالها مزيان تتجي بنينه. نضيفوا ليها تقريبا كاس ديال الماء باش تقلى مزيان.
صافي. ملي غادي تقلي علينا هاد العناصر اللحم والحمص والعدس، غنديروا فيها واحد الكميه ديال الماء اللي غادي طيب فيها. والماء خصو دائما يكون سخون، ما تنديروش الماء بارد. يلا عزيزاتي حتى صافي حبيباتي، من بعد ما تقلات لينا هاد الحمص وهاد اللحم وهاد العدس وهاد الشيء اللي درنا، دابا غادي نكبر كاس ديال الماء باش غطيب هاد الشيء طيب وصافي. ونتلاقاو باش نديرو الطماطم. انايا الطماطم المركزه والطماطم الاخرى العاديه تنخليها في المرحله الثانيه حتى يطيب هاد الشيء، حيت كما تنعرفوا الطماطم ما تتخليش اللحم يطيب دغيا. اذا انا تنديرهم حتى للمرحله الثانيه، عاده تندير مطيشه والطماطم المركزه. نكب الماء تقريبا اترو، غنزيد صافي ونتلاقاو نسدو عليها الطيب ونتلاقاو. صافي حبيباتي، من بعد ما طاب لينا اللحم والحمص والعدس ديالنا غادي نضيفوا لهاد الطماطم، ونضيفوا ايضا الطماطم المركزه، ونضيفوا معاهم هذيك الشعريه. دابا غادي نخلطوا الدقيق، نخلطوا. المهم هاد الكاس يهز رابعه، غادي نخلطوا نشوفوا عندنا ميزاننا. يعني ما خصش الخليط يكون جاري خفيف بزاف وما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف. بسم الله. اللي بغى يخلطوا في الطراب الكهربائي يخلطوا، اللي بغى يخلطوا هكذا بيديه يخلطوا. نزيدو دابا هذا ثقيل، ما خصوش يكون بحال هذا الشكل، خصنا مازال نزيدو نخفوه. هو زدنا هاد الكميه صافي. هذه هي تقريبا، هذه هي الكميه اللي حنا هذه هي لا تيكستور ديال هاد الدقيق والماء. هاد لا تيكستور هي اللي بغينا. نزيد واحد شويه صافي. هاد لا تيكستور هي اللي بغينا نحصلوا عليها، يعني ما يكونش جاري بزاف وما يكونش عاقد. صافي تنبقاو هكذا نخلطوا، غير هذا راه تيخلط مزيان، تنبقاو نخلطوا حتى يدير. يلا نخليكم حبيباتي ونتلاقاو. صافي دابا من بعد ما تجانست لينا هاد العناصر كامله وطابوا تقريبا، دابا كلشي طيب، غنزيدوا هاد الدقيق اللي حضرناه.
صافي. خصنا نبقاو نحركو فيها ملي تنديرو الدقيق، ما خصناش نغفلو عليها، سينو غادي يلصق لينا هذاك الدقيق وهذاك الشيء غادي يلصق لينا في القاع ديال الطنجره. اذا خصنا ملي نديرو الدقيق خصنا نردو البال ونبقاو نحركوه. صافي حبيباتي، نخليوها دابا طيب. وهذه هي الحريره ديالنا حبيباتي. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. وهذه هي الحريره، ها هي تتجي فعلا لذيذه صراحه، من ألذ ما يكون. هذه الحريره التقليديه المغربيه الاصيليه. يلا بسلام عليكم حبيباتي، والى لقاء قريب.